جبت كمية من الملوخية دول كده كيلو، وبدأت اقطفها بالشكل ده، بقطف كده الاجزاء دي، وهخلص بقى كل الكمية معايا بنفس الطريقة. هنعمل النهاردة الملوخية بطريقة سهلة جدا وسريعة قوي، كمان لو عندك كمية كتير من الملوخية تقدري تعمليها بكل سهولة. طبعا الكمية خلصتها غسلتها كويس، كمان غيرت المية عليها اكتر من مرة لحد ما بقت معانا نضيفة جدا. حطيتها في مصفى زي ما شايفين، وهبدأ بقى اجيب الكبة. انا استخدمت كده الكبة، هضيف فيها كمان شوية من المية، تقدري كمان تستخدمي الخلاط بس هتزودي فيها المية شوية. وضفت كمية الملوخية، طبعا انا هضيف كوباية المية دي على الكيلو كله، يعني مش هزود مية تاني عشان طبعا تسهل معانا الضرب. وهبدأ اضربها بالكبة زي ما شايفين، بحط شوية بشوية لحد ما اخلص كل الكمية وتتفرم معانا بالشكل ده. زي ما شايفين مفيش اسهل ولا اسرع من كده. عملنا الملوخية بكل سهولة. نبدأ بقى نفضيها كده في طبق. لما اتأكدنا انها اتفرمت كويس جدا هبدأ بقى اضيفها كده في بولة. طبعا الكمية دي كلها مش هستخدمها، هستخدم نصها والنص الباقي هشيله كده في علبة في الفريزر. اعملي كده كل ما تجيبي الملوخية، جيبي كيلو مثلا او اكتر وشيلي جزء منه في الفريزر، هينفعك كتير. هتلاقي في الاخر عندك كمية كده في الفريزر تنفعك في اوقات كتير قوي. شلت نص الكمية، والنص التاني بقى اللي هو نص كيلو هضيفه كده في حلة، وهبدأ بقى اضيف عليه شوربة. الشوربة دي شوربة لحمة كنت شايلاها في الفريزر، طلعتها طبعا وسخنتها كويس جدا لحد ما غليت معانا، وبدأت اضيفها على الملوخية بالشكل ده. بضيف شوية بشوية عشان تبقى مظبوطة معانا، وبقلب الملوخية بالشكل ده. طبعا لونها تحفة جدا. وفي نفس الوقت هجيب طاسة على النار وهضيف فيها معلقة من السمنة، ضفت عليها توم مفروم، واخدت كمان شويه من الثوم وحطيته على الملوخيه وهو لسه ني كده. ضفت على الثوم كمان شويه من الفلفل الاحمر، بشوحه لحد ما يبدا كده يطلع ريحه الثوم. هبدا اضيف عليه بقى شويه من الكزبره الناشفه، وهشوحه مع الكزبره لحد ما ياخد معانا لون حلو، ونبدا بقى نضيفه على الملوخيه بالشكل ده. وبكده عملنا احلى ملوخيه سهله وسريعه، ما اخدتش وقت معانا خالص في تحضيرها. واتبقى كمان معايا شويه من الشوربه، قلت بقى اجيب كده شويه من لسان العصفور احمرهم واضيف عليهم شويه من الشوربه دي، ونبقى عملنا شوربه لسان عصفور جنب الملوخيه. حمرت لسان العصفور لحد ما اخدت معانا لون حلو، ضفت عليها الشوربه وبسيبها تغلي بس غلوه واحده، واقفل عليها النار واغطيها هتستوي معانا. وده شكل الملوخيه معانا تحفه جدا. طبعا هي لسه فيها شويه رغاوي كده عشان احنا كنا ضربينها في الكبه، لكن طبعا لو سبناها تهدى هتبقى لونها احلى بكتير، وكل الرغاوي اللي على الوش دي هتروح. وقدمت الملوخيه وكمان لسان العصفور. نقدم كمان جنب الملوخيه كده بتنجان مخلل عاملينه في البيت، وكمان عيش بلدي، وكده كانت احلى اكله سهله وسريعه وكمان طعمها حلو قوي. جيبوا بقى كميه كبيره وفرزوها بنفس الطريقه، مش هتاخد معاكم وقت خالص. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها. متنسوش لايك للفيديو، اشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد. استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله. اسيبكم في رعايه الله. سلام عليكم.